سلام أبو حجر من ليبيا. قصيدتي بعنوان التفات. لأني كرهت الآن والآن ضيق، لأني كرهت الآن والآن ضيق، يحاصرني ما بعده فهو أضيق، ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب، وما في لحظتي ما يصدق، ويعجبني في الذكريات سخاؤها إذا شحت الأوقات في الذهن تغدق، وآخيت كل الفاتنات لأنني أخاف إذا غامرت في الحب أخفق، ومن تهمتي كانت براءة تهمتي، وقد يبرئ المرء القميص الممزق، ولكن لي سرا صغيرا كتمته، وأني سباني في الحدائق زنبق. شكرا لك أخي عبد السلام. الله يسلمك. ويعجبني في الذكريات سخاؤها. لماذا سخاؤها؟ لأن الذكرى نحبها. يعني إعرابيا أقصد. يعجبني في الذكريات سخاءها. السخاء فاعل. السخاء هو الذي يعجب، أنا المفعول به، يا المتكلم هنا مفعول به، أنا المعجب وهي المعجبة. كيف يعني؟ سخاء الذكريات. أنت الذي أعجبت بالسخاء. نعم يعجبني، لا أعجبت هذا مبني للمجهول، لكن أعجبني سخاء الذكريات، فعل ومفعول به مقدم ثم فاعل. أنت عجيب. يجيب. هو عجيب ويجيب، لكن أعجبني سخاء لا تكون فاعلا مطلقا. ما رأيك بعد ذلك تخرج وترجع تفكر وترجع وتعترف؟ ما رأيك؟ لا مشكلة عندي. هل مصر؟ لا ليس مصر. المهم أنا أجيز النص. الحمد لله. النص فيه حقيقة الماحات شعرية جميلة وشاعرية وغنائية. كل التوفيق لك. الله يسلمك. مرحبا أخ عبد السلام. مرحبا. اللهم أكثر علينا السلام. اللهم آمين. اللهم آمين. لك نفس شعري جميل. الله يسلمك. مع بعض التحفظ، يعني أحيانا نحسك تلتجئ إلى التكميلات، يعني هكذا نحن طبيعة الحال هو الإحساس بالشعر وبالفن يبقى رهينا بالتذوق. لك قدرة على اللغة البسيطة المعبرة والجميلة، وأنا بدوري أجيز النص. الحمد لله. شكرا على حضورك. الله يسلمك. لديك أستاذ عبد السلام قدرة على حسن التقسيم في تراكيب البيت، ورغم السوداوية واليأس اللي في أول القصيدة، لكن القصيدة جيدة، وأنا أوجزها مع اتفاقي مع دكتور علي في إن هي وسخائها. صح. سخائها. غلطتنا كمان. شكرا لكم. شكرا. هو يريد، هو يعجب بالسخاء والسخاء يعجب فيه في الوقت نفسه. ولذا القصيدة مجازة بالإجماع. ننتظرك. بس نبههم انك وصلت للحل وتدخل إن شاء الله.